الملكة اللي اترملت وهي في عز شبابها وخانت بلدها، يا ترى هي مين الملكة دي؟ الملكة دي تبقى عنخ إيس إمبا أمون، ومعناها اللي تحيا لأمون. وكان اسمها قبل ما ترجع لعبادة أمون عنخ إيس إمبا أتون، ودي معناها اللي بتحيا لعبادة أتون. ودي كانت البنت الثالثة للملك إخناتون، وأمها كانت الملكة نفرتيتي، وأخوها وزوجها كان الملك توت عنخ آمون. والملك توت عنخ آمون ما كانش أخوها شقيقها، وحكم مصر 9 سنين، وحكم مصر وعنده 9 سنين، وللأسف ما قعدش في الحكم كتير ومات وهو عنده 18 سنة. وكان سبب الوفاة خلل في الجينات بسبب الزواج طبعا من الإخوة عشان يتجوز أخته. ووقتها كانت الملكة عنخ إس إمبا أتون كانت عندها 22 سنة، وكانت أكبر من جوزها الملك توت عنخ آمون ب4 سنين، وبقت أرملة وهي في عز شبابها، وبقت مصر بدون ملك. ليه بقى بقت بدون ملك؟ لأن الملك توت عنخ آمون ما كانش بيعيش له ولاد أصلا، وده عرفناه من مقبرته اللي لقينا فيها مومياوات لأطفال صغيرين. وكده طبعا الملكة ما ينفعش تتجوز واحد من عامة الشعب أو شخص عادي كده، لازم تتجوز ملك. فبعتت رسالة لملك الحيثيين وبتطلب منه ان هو يجوزها واحد من عياله، وبالطلب اللي هي بتطلبه ده بتعرض مصر لخطر شديد جدا، ومصر كانت ساعتها في عز قوتها. وبجوازها من ابن ملك الحيثيين كده هتقدم للحيثيين حكم مصر على طبق من ذهب. وفعلا بعت ملك الحيثيين ابنه عشان يتجوزها، وتصدى للكلام ده وما عجبهوش تصرفات الملكة هو الوزير آي والقائد حور محب، وقتلوا ابن ملك الحيثيين وهو جاي من صحراء سيناء. وفي النهاية اتجوز الوزير آي من الملكة عنخ إس إمبا أمون أرملة الملك توت عنخ آمون.